انت فين بالظبط دلوقتي؟ انا دلوقتي كده في امام مبنى توعية الامور اللي مليان بالقناصه ومليان بالمسلحين اللي بيضربوا على الاهالي من تحت وعلى قوات الشرطه. هي وصلت منذ دقائق مدرعه من الشرطه، تم اطلاق النار عليها بشكل كثيف جدا، وللاسف قدرت انها تنسحب لانه الذخيره اللي معاها برضه انتهت. يعني انا مش عارف الامداد اللي وصل الناس بطيء جدا وضعيف للغايه. لو حضرتك سامع معايا الخلاصه الاول دلوقتي محتلين مكان اسمه الهلال الاحمر، مبنى تابع للهلال الاحمر ومبنى المقاولين العرب، هم محتلينه من فوق. كميه الطلقات الناريه اللي بتطلق من فوق بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا من فوق المبنى وفي عدد كبير. تامر، طبعا عايزه اقول ان وزاره الداخليه اكدت انه الذخيره لم تنفذ بعد من افراد الشرطه المتواجدين في اسم الازبكيه، لكنها طبعا مع هذا التعامل يعني العنيف مع هذه المجموعات الارهابيه كادت الذخيره ان تنفذ، لكن وصل الحمد لله مدد. عايز اسالك تامر لو كنت لسه معانا. تامر معانا؟ معاكي. ما فيش اي وصول طيب لسيارات الاسعاف؟ للاسف عايز اقول لك انه تقريبا بصي يعني انا ممكن اعد لك عدد القتلى مش الجرحى فقط، عدد القتلى برصاص الحي تجاوز ال 25 واحد موجودين دلوقتي امام اتحاد المهن الطبيه جنب اسم الازبكيه بالظبط، كلهم من الاهالي وفي منهم 2 عساكر من القوى اللي كانت جوه. 25 قتيل ده اللي انت شايفه بعينك بس؟ 25 قتيل كلهم دي طلقات ناريه في القلب وفي الرقبه وفي البطن، كلهم موجودين للاسف امام اتحاد المهن الطبيه. باكد تاني مركز الاتحاد المهن الطبيه موجود فيه جثث كبيره جدا، الاهالي بتحاول تعالج كمان المصابين بالخرطوش وبالاسلحه الناريه بالطلقات الحيه اللي موجودين دلوقتي في شارع على اول مدخل نفق احمد حلمي وفي منطقه التغذيه امام رئاسه حي الازبكيه. المنطقه كلها مليئه بالاشتباكات من بدايه من ميدان رمسيس حتى اسم الازبكيه، ثم شارع الجلاء، ثم نفق احمد حلمي، ثم امام مركز التكنولوجي برئاسه حي الازبكيه، وشارع الجلاء اللي خلف اسم الازبكيه. الشوارع الجانبيه مليانه اشتباكات عنيفه جدا. هل ده ممكن يعيق حركه ان سيارات الاسعاف مثلا توصل للمصابين وللجرحى؟ يعني انا شارع الجلاء القادم من الاتحاد من اللي جاي من التحرير، يعني حركه المرور يعني ممكن في عربيات تمشي لان في عربيات اهي. طيب طالما في طريق انه ممكن تمشي العربيات، بنناشد من جديد سيارات الاسعاف يجب ان تتجه الى اسم الازبكيه. في قتلى بالعشرات وفي مصابين وفي جرحى، بنناشد سيارات الاسعاف وزاره الصحه يجب ان تتحرك سيارات الاسعاف باتجاه اسم الازبكيه، وفي طريق مفتوح تقدر سيارات الاسعاف ان هي تصل. طبعا المشاهد اللي بنشوفها دي نتمنى الحقيقه، بنتمنى ان الناس تشوفها. طيب معانا العميد ايهاب فوزي مأمور اسم الازبكيه. الو.